من هم أهل السنة والجماعة؟ أجمع المسلمون بلا خلاف على أن أهل السنة والجماعة هم الأشاعرة والماتريدية. لا يوجد خلاف في أمة الإسلام كلها على أن الأشاعرة والماتريدية هم أهل السنة والجماعة، وذلك لأن هذا المصطلح نشأ منذ 1200 عام وليس مصطلحا جديدا، فظهر قبل أن يولد أصلا ابن تيمية، وقبل أن يولد أصلا محمد بن عبد الوهاب، وظل الأمر هكذا منذ 1200 سنة وما يزيد على ذلك. المسلمون جميعا سموا أصحاب هذا المنهج في فهم علم العقيدة وعلم الفقه والتصوف والسلوك بأهل السنة والجماعة. أشاعرة ماتريدية في الاعتقاد على المذاهب المتبعة الموروثة من الأئمة الأربعة المعتمدة في الفقه والفروع، وهم في علم التزكية على مسلك الإمام الجنيدي رضي الله تعالى عنه وأرضاه في فهم علم التصوف. فيخرج من ذلك الحشوية، لأنهم ليسوا من الأشاعرة والماتريدية ولم يفهموا ذات الله وصفات الله وما يجب وما يجوز وما يستحيل بمنهج هؤلاء الأئمة الأعلام سلفا وخلفا، ابتداء بالإمام الأعظم وانتهاء بأكابر العلماء في زمانه. فيخرج الحشوية، يخرج المشبهة، يخرج المجسمة، يخرج المعتزلة، يخرج الشيعة، كل هؤلاء يخرجون من أهل السنة والجماعة لأنهم خالفوا منهج أهل السنة في علم العقيدة وفي أصول منهجهم في علم العقيدة. في الفقه توسع علماؤنا في الزمن المتأخر في استيعاب المذاهب الفقهية، فالأزهر الشريف جعل الأصول هي المذاهب الأربعة، وفي بعض الأحيان لعموم البلوى للضرورة للتيسير لجمع الشتات قد يأخذ ببعض المسائل من مذاهب أخرى. المذاهب التي بقيت 8 والتي اعتمدها أهل السنة 4، ف8 يزيد عليها مذهب الشيعة الإمامية المذهب الجعفري الفقهي، والشيعة الزيدية المذهب الزيدي الفقهي. خلي بالك نقول الفقهي وليس العقيدة، نحن نتكلم الآن عن الفقه. والمذهب الظاهري والمذهب الإباضي في الفقه وليس في العقيدة. فنحن وسعنا تيسيرا على الأمة وجمعا للكلمة في الفروع في بعض الأحيان والصور القليلة جدا قد نجيز لك أن تقلد أحد هذه المذاهب في صورة واحدة. فمثلا يعني إن كنت في مسجد شيعة أو كان الشيعة في مسجدك، هل يجوز لك أن تأتم بهم في الضرورة؟ هنا ممكن تفتى بشيء من هذا القبيل مثلا يعني. تمام؟ فأهل السنة في الاعتقاد هم الأشاعرة والماتريدية، وفي الفقه أصحاب المذاهب الأربعة الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي. وفي التصوف قلنا التصوف الراشد على طريقة الإمام الجنيد، لأن التصوف فيه مدارس أيضا، بعض هذه المدارس داخل في أهل السنة وبعضها خارج عن منهج أهل السنة. التصوف الذي يبنى على الخرافات، التصوف الذي بني على الفلسفات، هذا كله لا علاقة لنا به. نحن لنا علاقة ولنا شرف انتساب بتصوف الإمام الجنيد الذي بني على الكتاب والسنة. الجنيد ماذا يقول؟ طريقنا، العلم بتاعنا يعني علم التصوف هذا، مبني على الكتاب والسنة، وهو بين الذكر والفكر، وهو بين الذكر والفكر، كخواتيم سورة آل عمران: ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. ففكر وذكر من القرآن.